السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صلى على الحبيب قلبك يطيب. جبت لكم النهاردة فكرة جديدة، وكل يوم حاجة جديدة، وكل يوم جديد. عملت بطاطا بالمهلبية بالكريم شانتيه. حاجة جميلة وحاجة مش مكلفة، وأي حد ممكن يعملها في البيت، ومكوناتها بسيطة، ومكوناتها موجودة في كل بيت. صلى على الحبيب قلبك يطيب. شير ولايك ومتابعة عشان يصلك كل جديد. جبت بطاطا، غسلتها، بعد ما غسلتها قطعتها زي كده حلقات، حطيت كوبايتين ميه، وبدات احطها على النار كده لغايه لما تستوي البطاطا وتطرى. بعد ما طريت حطيت نص كوبايه سكر وهرسها في نفس الوقت. بعد ما هرستها كده هبدا احطها في طبق وافردها عليها. فردت البطاطا في الطبق كده وهبدا اعمل الكريم شانتيه. جبت نص كوبايه لبن ساقع بس يكون مغلي قبليها، وربع كوبايه من الكريم شانتيه، وابدا اضربهم في بعض. يا ريت لو في تلاجتين صغيرين حطهم على الكريم شانتيه عشان يعمل قوام تقيل. لغايه لما بقى كده. لو الفيديو عجبك وكملت الفيديو للاخر، قول لنا رايك في الكومنتات، وقول لنا انت بتتابعنا منين. وصلي على الحبيب قلبك يطيب، وما تنساش تصلي على النبي. وابدا افرد الكريم شانتيه على البطاطا كده. ابدا اعمل المهلبيه، ابدا احطها في التلاجة كده، احط الطبق ده في التلاجة شويه، نص ساعه كده ولا ساعه، وابدا اعمل المهلبيه. جبت كوبايتين لبن ونص كوبايه سكر، حطيت كوبايتين لبن ونص كوبايه سكر وثلاث معالق نشا. هفضل اقلب فيه كده، بس اهم حاجه مع التقليب عشان ما يجمدش من تحت لغايه لما يتقل معايا القوام. كان عندي بقى 3 مكعبات شوكولاته حطيتهم معاهم. لازم اقلب كده عشان ما يجمدش من تحت، عشان يدي القوام التقيل مهلبيه. هبدا افرده على الكريم شانتيه. جبت الطبق ده من التلاجة، وحطيت حطيت المهلبيه ديت على الكريم شانتيه بس وهي سخنه كده على طول عشان بتجمد بسرعه. لغايه لما بقت كده الكريم شانتيه طلع على الوش وبقى شكلها كده. هبدا احطها في التلاجة بقى لمده ساعه او ساعتين، والف انا